بتصلي عليه ولا لا؟ لما بتسمع اسمه. ولو انت رجل من الشطار من الجماعه الكويسين، ولما بتسمع اسم النبي بتصلي عليه، وهنيئا لك بهذا. ليك ورد صلاه على النبي ولا لا؟ صلي عليه. ورد صلاه؟ نعم. يعني ايه؟ مش في ورد قران؟ مش بنقول المسلم المؤمن حق الايمان، المسلم حق الاسلام، التقي حق التقوى؟ لازم يبقى ليه مع القران حال، لازم يبقى بصاحب القران، لازم يبقى هو والقران في بينهم علاقه. ايه العلاقه دي؟ انك يبقى لك ورد يومي من القران، حتى ولو كان ايه؟ قلنا 5 سطور، 5 دقائق، صفحه، قدر ما تستطيع. نعم. وكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل لنفسك مع النبي صلى الله عليه وسلم ورد. لما جاء احد اصحابه صلى الله عليه وسلم اليه: يا رسول الله، ماذا اجعل لك من صلاتي؟ اللي هي الدعاء، اللي هي الاوراد، اللي هي الاذكار، اجعل لك قد ايه؟ الربع. قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وان زدت فهو خير لك، صل عليه. اجعل لك النصف؟ قال له نعم، وان زدت فهو خير لك. اجعل لك الثلثين؟ يعني في واحد هيجلس مجلس ذكر او مجلس دعاء، مجلس كده اللي هو ايه؟ اللي هو المفروض بتعمله ليك يوميا باذن الله، بينك وبين نفسك، بتقعد في ايه؟ في ايمان، وحد الله. هذا لصلاح القلب، والله هذا لصلاح القلب. اعمل لنفسك كل يوم 5 دقائق بس، 5 اقعد فيهم، سايب التليفون، سايب التلفزيون، ولو بتقرأ في كتاب سيبه، ولو مشغول سيب الانشغال شوية، سيب الزوجة والأولاد أو هاتهم معاك. المجلس ده إيه؟ أنا قاعد في تسبيح، أسبح، بذكر الله، بصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد بدعي، بس قاعدة للدعاء فقط. ففي واحد عامل ده عند النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي، فبيقول له خلي المجلس ده ربعه، نصه، تلتينه. قال له نعم، وان زدت فهو خير لك. قال له اجعل لك صلاتي كلها، المجلس كله صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه. قال له اذا يكفى همك ويغفر ذنبك، دنيا واخره، بايه؟ بفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا جايين نتكلم عن مولد النبي، نعم،